احمد رفعت كان طالع مع فيوتشر يلعبوا في افريقيا، وفي الوقت ده كان جاي عرض من نادي الوحده، وفي وقت السفر وفي المطار نادي فيوتشر وقتها قرر ان هو يوافق على عرض الوحده. فكلموا احمد رفعت وقالوا له انت هتطلع على فين؟ على نادي الوحده. قال لهم مش هينفع ومفيش تصاريح. قالوا له لا انت مش هتسافر غير لما نمسك التصريح في ايدينا. ولما مسكوا التصريح في ايديهم تقريبا محدش فكر ان هو يقرا التصريح اللي طلع، او محدش كان عايز ان هو يقول لاحمد رفعت التصريح اللي طلع. نادي الوحده كان عايز احمد رفعت لمده موسم، اعاره لمده موسم. التصريح اللي طلع ان احمد رفعت طلع معايشه 3 شهور. فحاجه من اتنين ملهاش تالت، يا اما هم كانوا عايزين يلبسوا احمد رفعت، يا اما محدش فيهم قرا التصريح اللي طلع، ودي هتبقى مصيبه. وبعد ما احمد رفعت راح الوحده وبعد 3 شهور اتفاجئ ان موقفه مش قانوني، وان هو كده مخالف للقانون، وفسخ عقده مع نادي الوحده ورجع لمصر. ولما رجع لمصر وبالتالي موقفه ما كانش قانوني، فبالتالي اتحكم عليه. العرض اللي كان جاي لاحمد رفعت عرض اعاره لمده سنه، التصريح اللي طلع لاحمد رفعت تصريح معايشه لمده 3 شهور. احمد رفعت اللي كان وقتها عنده 29 سنه طلع فتره معايشه لمده 3 شهور. تخيل، فاهم حاجه؟ والمسؤول اللي طلع التصريح بتاع احمد رفعت من وزاره الشباب والرياضه طلعه لفتره معايشه. وعشان يطلع تصريح فتره معايشه ده بناء على طلب النادي المفروض، فالنادي طلب من وزاره الشباب والرياضه تصريح لاحمد رفعت ان هو يطلعه فتره معايشه 3 شهور. ففكر كده وشوف الفيديو من تاني وهتعرف مين الغلطان، وهتعرف هم تقريبا كانوا قاصدين ولا لا.